البلد والحمد لله. وبتعرف الأردنيين لما يشوفوهم يشوفوا حالهم، وأظن الرسالة منهم إنه ما في إشي مستحيل بالحياة، فهم أفرحونا خلينا نفرح فيهم. فرحانين معكم. شكرا. تاريخي سمو الأمير ويحسب للكرة الأردنية، وأصبحت يعني هي في مصاف الكرات العالمية. نتكلم عن هذا الإنجاز. لا الحمد لله، والمهم المستقبل. وإن شاء الله يعني في تصفيات كأس العالم لسه مبلشة، وفي كمان نهائيات آسيا لتحت سن 23، وهذا كتير مهم لمستقبل شبابنا وكل المنتخبات. اليوم الحسين عموته شو بتحكي له بعد بنقول له شو بحكي له بعد بجوز حديث ربما كان كبير مع الكابتن حسين؟ بنقول له شكرا له لكل شغله ولكل الطاقم التدريبي مش تحكيمي. كابتن حسين شو بتحكي اليوم لسمو الامير وللشعب طبعا اللي بانتظاركم جميعا؟ طبعا هذا يوم كبير جدا، يعني بالنسبه لنا احنا. يا اول حاجه كفنيين، كلاعبه، كمسؤولين، كجماهير، لانه هذا انجاز يعني ممكن نبني عليه يعني المستقبل لا القريب ولا البعيد. طبعا الشكر كله اول حاجه للسلاح ديالنا داخل الملعب هم اللاعبين، صراحه هم الذين انجزوا يعني الجزء الاكبر، وطبعا من بعدهم يعني الدعم ديال سمو الامير علي اللي كان دائما متواجد معنا منذ اول يوم في البطوله، وطبعا الاجهزه لا الفنيه ولا الطبيه ولا اللوجستيكيه ولا الجماهير اللي حضرت وشجعتنا. اظن انه مجهودات الكل يعني تضافرت واعطتنا هذا المنتوج، لكن الان الصعب هو اننا نحافظ على هذا المستوى، ويجب ربما ان يستثمر هذا الفوز لانشاء مشاريع في العمق. يعني انتم عارفين يعني ما بين قوسين بعد الخلل اللي هو موجود يعني في الكرة، يجب أن نشتغل يعني في العمق حتى يعني تستمر هذه الإنجازات ويستمر دائما الفرح إن شاء الله الذي يستحقه يعني كل كبير وصغير في الأردن. النشامة قدها، والنشامة مؤهلين أن يكونوا وأن يخوضوا تجارب أصعب وأقوى إن شاء الله ويحصلوا إنجازات أكبر. هي طبعا طموحنا كبير، يعني صراحة لا يتصور يعني الطموح اللي موجود يعني داخل المجموعة، لكن دائما الطموح ليس فقط يعني هو الشرط الوحيد، لكن يجب خلق أسباب ومسببات يعني دائما أو شروط النجاح هو الجدية، الشغل، التفاني في العمل، المساندة اللامحدودة ديال الجميع، وإن شاء الله اللاعبين قادرين على أنهم يحققوا إن شاء الله المستحيل. مستمر معنا إن شاء الله. خليهم يفرحوا يعني. إذا بدكم شباب أي حدا ناخذ الكابتن حسان وأنس. شو بنحكي اليوم بهذا الاستقبال التاريخي؟ هذا الحشد بجوز في آلاف أنتم لسه ما شفتوهم برا. أكيد احنا فخورين كلاعبين وكمنظومة كاملة على هذا الاستقبال. أكيد الشباب كلهم ما قصروا. نشكر جلالة الملك اللي دائما على تواصل معنا، والعائلة الهاشمية كاملة. هذا الفرح فرح للأردنيين جميعا. احنا بنتشرف انه كنا على بهذا الوقت انه نكون لاعبين بالمنتخب بكأس آسيا، وإن شاء الله قدامنا تصفيات كأس العالم، ولازم إنه نوصل لكأس العالم. هذا الهدف القادم إن شاء الله. هل سيكون حصولكم على المركز الثاني في تصفيات كأس آسيا دافع لتقدمكم في تصفيات كأس العالم ووصول إلى مراتب متقدمة؟ هم الأول بعيوننا، خليها هيك الأول بعيوننا خلاص. هم الأول أبطال. يعني أكيد احنا بنبني على الإنجاز إن شاء الله، وبنضل مستمرين فيه بإذن الله. مبارك للشباب جميعا وللجهاز الفني كامل وكل المنظومة كاملة إن شاء الله. شكرا لكم. قول يا ربي شنو داير لك بس ما تصليش. امير علي اليوم الحسين عموته شو بتحكي له بعد هاللقاء، وشو بحكي له بعد بجوز حديث ربما كان كبير مع الكابتن حسين؟ بنقول له شكرا له لكل شغله ولكل الطاقم التدريبي مش تحكيمي. كابتن حسين شو بتحكي اليوم لسمو الامير وللشعب الاردني اللي بانتظاركم جميعا؟ طبعا هذا يوم كبير جدا، يعني بالنسبه لنا احنا. يا اول حاجه كفنيين، كلاعبه، كمسؤولين، كجماهير، لانه هذا انجاز يعني ممكن نبني عليه يعني المستقبل لا القريب ولا البعيد. طبعا الشكر كله اول حاجه للسلاح ديالنا داخل الملعب هم اللاعبين، صراحه هم الذين انجزوا يعني الجزء الاكبر، وطبعا من بعدهم يعني الدعم ديال سمو الامير علي اللي كان دائما متواجد معنا منذ اول يوم في البطوله، وطبعا الاجهزه لا الفنيه ولا الطبيه ولا اللوجستيكيه ولا الجماهير اللي حضرت وشجعتنا. اظن انه مجهودات الكل يعني تضافرت واعطتنا هذا المنتوج، لكن الان الصعب هو اننا نحافظ على هذا المستوى
ويجب ربما أن يستثمر هذا الفوز بوجودك كابتن، بوجودك لإنشاء مشاريع في العمق. يعني أنتم عارفين يعني ما بين قوسين بعد الخلل اللي هو موجود يعني في الكرة، يجب أن نشتغل يعني في العمق حتى يعني تستمر هذه الإنجازات ويستمر دائما الفرح إن شاء الله الذي يستحقه يعني كل كبير وصغير في الأردن. النشامة قدها والنشامة مؤهلين أن يكونوا وأن يخوضوا تجارب أصعب وأقوى إن شاء الله ويحصلوا إنجازات أكبر. هي طبعا طموحنا كبير، يعني صراحة لا يتصور يعني الطموح اللي موجود يعني داخل المجموعة، لكن دائما الطموح ليس فقط يعني هو الشرط الوحيد، لكن يجب خلق أسباب ومسببات يعني دائما أو شروط النجاح. هو الجدية، الشغل، التفاني في العمل، المساندة اللامحدودة ديال الجميع، وإن شاء الله اللاعبين قادرين على أنهم يحققوا إن شاء الله المستقبل. عموته مستمر معنا ولا لسه؟ خلاص أيضا التصفيق من المستقبلين في مطار الملكة عليا. أترككم مع هذه المشاهد. عموته تقوم بمصافحة سمو الأمير علي بن الحسين، سمو الأمير ريم علي. نعم إذا رئيس الوزراء، دولة رئيس مجلس الأعيان، وكذلك نعم إذا نشاهد الاستقبال الرسمي لنشامة. إذا سمو الأمير علي في مقدمة مستقبلي نشامة المنتخب الوطني، إذا وأيضا رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأيضا سمو الأميرة ريم العلي في الاستقبال، وأيضا دولة فيصل الفايز. نشامة المنتخب الوطني الآن. إذا نرى كادر المنتخب الوطني أو النشامة الآن، واستقبال الكابتن أنس بن ياسين مدافع المنتخب الوطني، وحديث نشاهد حديث مع سمو الأمير علي، وأيضا كابتن إحسان حداد. سمو الأمير علي يصافح كابتن بين الأمير علي واللاعبين. بالتأكيد يعني ستكون هناك كلمات شكر من قبل سمو الأمير علي، كلمات افتخار بإظهار مشاعر الفخر والاعتزاز، وينقل لهم الصورة الحالية في الشارع الأردني، خاصة بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارا نعم هذه المشاهد وهذه اللقطة بمليون. يشرب المنسف، جلسة المنسف الأردني يتقدمهم سمو الأمير علي مع اللاعبين، وبالتأكيد سمو الأمير اليوم احنا إذا صور الأردنية الهاشمية تقف بجانبكم، تقف معكم وتقف إلى جواركم. ماذا نقول اليوم؟ والله نقول مبروكين للنشامة، وطبعا للكابتن القدير ولكل الطاقم التحكيم نقول لهم مبروك كمان على هاي خربطنا نبلش يعني اوكي لا بنقول انه اول شيء ومثل ما بعرفوا النشامة، يعني النشامة بيمثلوا كل الأردنيين في كل طوابق البلد، والحمد لله. وبتعرف الأردنيين لما يشوفوا حالهم، وأظن الرسالة منهم إنه ما في إشي مستحيل بالحياة.